مش كل اللي بيصبر قوي، وأكيد مش كل اللي بيستحمل بيحب. في ناس بتستحمل التقليل وتعدي الإهمال وتسكت على أذى واضح وتقول أنا بصبر، ما أنا بحبه. لكن الحقيقة ده مش صبر، ده استنزاف. كل مرة بتسكت فيها على حاجة بتوجعك انت بتعلم اللي قدامك ان ده عادي، فبيزود وانت تتحمل اكتر لحد ما توصل لمرحلة بتفقد فيها نفسك، وانت فاكر انك بتحافظ على العلاقة وبتحافظ على الامور تكون جميلة وهادية ولطيفة. اهم من كده، الصبر اللي انت بتصبره ده عمره ما كان دليل حب، لانك في مرحلة البحث عن شريك الحياة والخطوبة والارتباط، الصبر على الخطأ بيشوه اختيارك، لأنك في المرحلة دي بتشوف، بتقيم، بتقرر، مش بتتحمل وتستنزف نفسك. أما الصبر الحقيقي صبر مش بيأذيك نفسيا، مش بيهينك ولا يجرح كرامتك، ولا صبر على إنسان مؤذي بيتفنن في وجعك وانت ساكت باسم الصبر. الصبر مش سكوت ولا تحمل أعمى. الصبر الحقيقي بيكون عن وعي، بتكون عارف كويس انت صابر ليه وصابر على ايه، والصبر ده آخرته فين وهيوديك لحد فين. الحب مش اختبار تحمل ولا بطولة في الوجع. خليك واعي واعرف ان العلاقة اللي بتخليك تخسر نفسك مش علاقة محتاجة صبر، دي علاقة محتاجة قرار. لو الكلام ده لمسك ابعت الفيديو لحد تعرفه يكون بيعدي حاجات كتير وأخطاء كتير في العلاقة تحت اسم الصبر. وانت، هل تعرضت لعلاقة انت فعلا كنت صبور فيها، ولا علاقة اكتشفت في الآخر ان صبرك كان استنزاف ليك؟ شاركوني الرأي في التعليقات.